مهندس زياد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني ربنا احنا يبارك فيك. تجاوزنا ربنا الوقت يبارك ب 10 دقائق، وانا والله سعيد جدا جدا بكلام مع حضرتك والمناقشه المثمره، انا ويعني سعيد اسعد اكتر ان والله. يكون معايا يعني شخصيه مخضرمه زي حضرتك في ربنا موضوع يبارك فيك يا رب. التطوير والبناء المؤسسي. وقبل ما اختم، خلي الكلمه الاخيره مع حضرتك، اتفضل. حاجه صغيره للزملاء كلهم. مفيش اللي انت فيه ده مش اخر حاجه، انت دايما تسعى لتطوير نفسك، تطوير نفسك بشكل شخصي. ما تخليش الزمن يسيبك ويجري، يعني لاي زميل ما تخليش الزمن يسيبك ويجري. دايما تحط نفسك او تحط هدف ليك لخطوه، مش عايزك ترسم لخطوات كتير، هي خطوه واحده. دي نقطة من الكلمة الأخيرة. ممكن المثالية اللي احنا قد يكون تغلف بعض الأفكار والكلام بتاعنا بيها مش موجودة على الأرض بشكل كبير. فدايما خلي عندك الرغبة والقدرة على التكيف، والتكيف مش معناها الاستسلام للأمر الواقع، التكيف مع الأمر الواقع وانت جواك عايز تغيره للأحسن ليك والهيكل اللي انت فيه. الروح الجميله اللي في اي اورجانيزيشن بتبقى هدف لناس كتير. في احدى مراحل حياتي كنت بشتغل في احدى الشركات، يعني بدون ذكر اسمها، كانت الناس الخارجيه كانت عايزه تشتغل معانا للروح الحلوه اللي موجوده، رغم ان ممكن ما نكونش احسن مرتبات مثلا. لا، كنا موجودين كفريق شركه، الجميع بيخاف على بعضه، الجميع بيساعد بعضه، ما بتلاقيش جمله ماليش دعوه، محدش بيتنصل من قرار، محدش ما بيوقفش جنب الزملاء اللي حواليه. انا بتكلم برضو بنسبه 80 85%، ودي نسبه عاليه جدا. فدي كانت روح حلوه جدا. دايما اتعلم الشفافيه مع اللي تحت منك واللي فوق منك. لو انت شايفه اللي فوق منك مضايقك، روح كلمه بمنتهى الصراحه كده، انا متضايق من 1 2 3، ممكن انا اكون فاهم غلط. ولو المرؤوس ليك عنده مشكله في اداره في حته انت شايفها، تعامل معاه بالجمله اللي قلتها من شويه، بالنصيحه وليس الفضيحه عشان تبقى الخطوه الاولانيه بقى. وممكن استخدم التريبل تي زي ما انت قلت كده يا باشمهندس وليد، لكن البدايه تبقى نصيحه وتوجيه ومحاوله ان انت تاخد بايده وتحطه على التراك الصح عشان يقدر يمشي. نعتبرها حتى يعني زكاه علم وزكاه عمل ليك انت شخصيا، بعد كده هتنعكس عليك باذن الله. وفي الاخر كل التمنيات بالتوفيق للجميع. يعني مهندس زياد، من باب التطوير والتحسين، تقول ايه الكلمتين اداره؟ ربنا ينفع بيك، ادي اول حاجه. اللي انت بتعمله ده قيمه كبيره جدا. انا من المتابعين لحضرتك من زمان، ويمكن التقيت بحضرتك مرتين 3 فيس تو فيس، يعني مش زوم. استمر، وربنا ان شاء الله يجازيك خير عن كل اللي بتعمله. انت بتطلع مره في الاسبوع، انا ليا يعني نشاط اخر بطلع مرتين في الشهر، بتذبح الموضوع محتاج تجهيز وترتيب وحاجات كتيره جدا. ربنا ان شاء الله ينفع بيك دايما، يعني مش فريد. واقول لك كلمتين اداره، اعتبرني يعني ايه احدى الداعمين لحضرتك في اي توقيت واي وقت. اذا كان ليا فرصه ان انا اطلع معاك تاني هكون سعيد بيها. اذا كنت عايز تاخد رايي في اي حاجه هكون شاكر جدا ليك انك طلبت تاخد رايي. بالعكس بالعكس، انت استاذنا وانا بعتز بحضرتك جدا جدا، وانا من الناس اللي يعني بتحرص حرص شديد ان هي تتواصل مع الجميع، خصوصا الخبراء المختصين زي حضرتك. وانا والله يعني سعيد جدا جدا بكل الكلام الجميل اللي حضرتك قلته، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وقتك الثمين، واقدر هذه الجهود. وان شاء الله لنا لقاء اخر باذن الله قريبا في احدى الموضوعات الهامه واللي بيهتم بها الجميع. حضرتك يعني انا يعني تشرفت بحضرتك مره او مرتين تقريبا وجها لوجه، ولكن انا من اشد المتابعين لحضرتك ونشاطاتك ما شاء الله تبارك الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا بالنيابه عن زملائي الحضور اللي حضروا معانا النهارده، وبشكركم شكرا جزيلا الحضور الكريم على الاستفسارات وكل الاطروحات اللي تم طرحها في حلقه اليوم. واذكركم في نهايه الحلقه بدعاء فد المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم مع حلقه جديده من كلمتين اداره. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا مهندس زياد، وجزاك الله خير، الله ينفع بك يا رب. شكرا جزيلا.
بارك الله عليكم فيك. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا 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 لحضرتك وللزملاء جميعا. شكرا. سلام عليكم. اشكرك، شكرا جزيلا، عليكم السلام.